لو بتعاني من ارتجاع في المريء او عندك ألم في المعدة فلازم تسمع الفيديو ده، بس ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. أول حاجة لازم تنزل وزنك بأي طريقة، لو حتى هتروح لدكتور دايت وتتابع معاه. عدم الاستلقاء بعد أي أكلة أو أي وجبة من 2 ل3 ساعات. لازم توقف التدخين يا صديقي علشان هو بيهيج المعدة وبيزود الالتهابات بتاعة المعدة والأمعاء. لازم تبقى نايم في السرير بزاوية 45 درجة، ترفع راس السرير في حاجة اسمها السيمي فولر بوزيشن، نص قاعد كده. أي أكلة بتسبب لك حموضة أو بتعمل لك قرحة في المعدة لازم تبعد عنها فورا، زي الزيوت والمقليات والدهون. لا تأكل حتى تشبع، يعني اعمل وجبات صغيرة، كل 2 ساعات أو كل 3 ساعات يبقى أفضل. وفي النهاية لازم تتبع تعليمات الطبيب وتلتزم بالعلاج اللي الدكتور كتبه لك عشان تبقى في أحسن حال وبصحة جيدة. دمتم